صباح الخير. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ وحشنا جدا جدا. والله دوت اول فيديو طبعا بعد غياب طويل جدا. ورجعوا بفيديو جديد، اغنى واقدم البلوجر في مصر. مخي دلوقتي مش زي مخي من 7 سنين فاتوا. في مواقف عدت علينا في حياتنا، في حاجات صورناها زمان من 7 سنين فاتوا، مستحيل ان احنا نعملها تاني، حتى مواقف في حياتنا. انا اسمي احمد حسن. انا قررت اعتزل اليوتيوب، بس قبل ما اعتزل لازم تسمعوا كل الكلام اللي جاي ده. أحمد حسن هو شاب مصري من مواليد 96 ويبلغ من العمر 24 سنة، ويقيم في البساتين، وكان والده يعمل بمحل ترزي ووالدته ربة منزل. وبعد فشله في الثانوية العامة وصدمة الجميع منه، قرر أحمد حسن إنه يثبت وجوده. بدأ أحمد حسن بفيديوهات هابطة سنة 2014، ومن هنا بدأت فكرة الفيديوهات، ومع مرور الوقت اتعرف إلى زينب وقرر مشاركتها كل فيديوهاته. ونشروا فيديوهات كتيرة عن حياتهم لغاية ما بقوا أشهر بلوجر في مصر، حتى أن شاركها حياته كلها، وتزوج من زينب وأنجب منها إيلين، وكانت هي بطلة أغلب فيديوهاته، حتى الفيديو المزعوم الذي قلب عليهم السوشيال ميديا. حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزينب وغرامة 1,000,000 جنيه بسبب ترويع ابنتهم إيلين من أجل زيادة نسبة المشاهدات. انا ماما لا مش انتي. مش هتحس ان انا لا، ده هي هتتخض اما تشوف المنظر. انا اتخضيت من شكلي، استغفر الله العظيم على هذا المنظر. بصي، وانا لو مكان ايلين هتبرق منك، انا مش هعرفك اصلا. صح؟ ايه ده؟ في ايه؟ استغلال ابنتهم إيلين وتعريضها للإصابة من أجل الشهرة وجني الأموال وارتفاع نسبة المشاهدة. ايه اللي حصل؟ 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 يا نهار اسود. إذلال ابنتهم إيلين لزيادة عدد المشتركين في القناة. قربي كده من بقها وانت هاش. ما تديهاش ونعمل نشوف بس هتعمل ايه. التمثيل بفقدان الوعي على حساب ابنتهم الصغيرة إيلين. الاستهتار بمشاعر ابنتهم الصغيرة إيلين لرفع عدد اللايكات. بص ايلين بتعمل ايه؟ ممكن تعملي كده وتحطي فوق ابنك كده. استخدام الطفلة إيلين كالدمية من أجل تنفيذ المقالب. كله كوم وموهبة التمثيل الفظيعة اللي عند أحمد حسن. بقول لك بص، افهم انت عارف الوجع ده عارفه دول ممكن يعملوا ايه فيا؟ هيعملوا فيك ايه؟ هيطهروا لك بطنك من القرف اللي انت بتاكله. هيعملوا لك ايه؟ قادر. ما تخبطش دماغك حبيبي، دماغك مالهاش ذنب. طب على فكره انت بوظت شعرك. ويا سلام على الموهبة العالمية زينب وهي بتعيط. الكارثة انهم كلهم بيعملوا مقالب غريبة وبيلاقوا نسبة مشاهدة عالية. زي ما شفت المقلب مين كان في المقلب ده؟ اوعى لا يا عم، ايه ده؟ انا كنت هموت فيها. لا معلش. وتعد ثروتهم حوالي 10 مليون دولار بمعدل 470 مليون جنيه مصري. وفي آخر 3 سنين ليهم قبل ما يعتزلوا كان دخلهم سنويا حوالي من 3 ل 4 مليون دولار. بس انا الحمد لله في سنه واحده بس بقى عندي على القناه الرئيسيه بتاعتي 1,200,000 مشترك، ومن 3 شهور بس عملت قناه تانية سميتها احمد حسن فلوج. القناه دي في 3 شهور بس عدت ال1,000,000 مشترك، غير حسابي على الانستجرام معدي 900,000، وغير البيج بتاعتي على الفيسبوك معديه ال 2 مليون فولورز، غير طبعا ان على اليوتيوب معدل مشاهدات الفيديوهات بتاعتي معديه ال 200 مليون، زائد ان الفيسبوك معدل المشاهدات بتاعتي معديه ال 300 مليون. ففي الاخر انا سايب الاختيار ليكم، اكمل ولا ما اكملش، وفي كلتا الحالتين انا هكون مبسوط لان الاختيار كان ليكم انتوا. وبشكركم جدا على كل الدعم اللي فات والمكانه اللي انتوا وصلتوني ليها. سلام عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك.